مساء الفل. انا موجوده دلوقتي جوه الجرين زون في الكوب 27، بس لفت نظري كده ابلكيشن اسمه بدل جو، ولقيت عجل كتير. ومن بعد ما سياده الرئيس عمل المبادره وركب العجل من يومين، وكل الناس دلوقتي مش جوه الكوب، كل الناس في شرم الشيخ بتستخدم العجل، وانا شفت ده، وبتستخدم العجل من ابلكيشن بدل. ليه؟ ان انت ممكن في اي مكان وانت جوه شرم الشيخ تلاقي العجله القريبه منك من عن طريق الابلكيشن ده بيحدد الوقت بتاعك، تقريبا الدقيقه ب50 قرش، يعني الساعه ب30 جنيه. تاخد العجله تروح بيها الشغل، تحطها قدام الشغل، قدام اي مكان انت عايزه، تسيبها في نفس المكان اللي انت نزلت فيه، وتقفل الوقت بتاعك في الابلكيشن، وخلاص بيحسب عليك او بيحاسبك عن طريق زي ما قلت لكم الدقيقه ب50 قرش، او كمان الساعه لو تاخد ساعه بقى ب30 جنيه. وهم كمان كلموني في قصه ان ليه دقيقه بنص جنيه مش بالساعه على طول، لان في ناس بتستهلك 8 دقائق 10 دقائق تروح المشوار وتسيب العجله. هنا عندهم تيم كبير جدا جدا، بدل بياخد العجل بيروح يشوف العجل اللي اتقفل، ويروح ياخده ويحطه تاني في الستيشنز بتاعتهم، عشان اي حد عايز عجل في اي مشوار يلاقيه وبسهوله جدا. هفرجكم على العجل دلوقتي وقد ايه حلو، قد ايه تقدر واحده لابسه فستان، لابسه جيب، اي حد يقدر يركبه، سهل وبسيط جدا. تاني حاجه بقى الحلوه قوي واللي عجبني قوي ان هم عاملين برومو كود. البرومو كود ده باسمي اسماء، لو دخلت على الابلكيشن وحطيت البرومو كود هتاخد ساعه فري. فيلا نزلوا الابلكيشن واستخدموا بدل وانتوا في شرم الشيخ، وهيبقى موجود كمان في القاهره في اماكن كتير جدا، هعلن لكم عنها قريب.